فيديو النهاردة إن شاء الله هننفذ مع بعض الشنطة الجميلة دي. هي شنطة سهلة جدا بخيط السلسلة. إن شاء الله الفيديو يعجبكم. لو أول مرة في القناة دوسوا لايك للفيديو واعملوا اشتراك للقناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هننفذ مع بعض النهاردة موديل الشنطة الجميلة دي. هي بخيط السلسلة الذهبي وبتتفتح بالشكل ده بكل سهولة. دلوقتي هنشوف ازاي هنعملها مع بعض. الادوات اللي هنحتاجها، هنحتاج خيط سلسلة اسمه فلاتو، هو خيط مصري متوسط السمك. هنحتاج ابر ألمونيوم مقاس 5.5 ملي. هنحتاج ابر ألمونيوم مقاس 6 ملي. هنحتاج ابر تنظيف. هنحتاج ولاعة نقص بيها الخيط لان الخيط مينفعش يتقص عشان بينسر فبنقصه بالولاعة. هنحتاج قفل شنطة بالشكل ده، هو متوفر في محلات بيع الخيوط. هنبتدي الشغل بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة جبت طرف الخيط وعملته بالولاعة عشان ما ينسرش. هبدأ اشتغل بالابرة الألمونيوم مقاس 5.5 ملي. بسم الله هنبدأ. اول حاجة هعمل عقدة البداية وهبدأ اشتغل اول سلسلة، التانية، التالتة، الرابعة، الخامسة، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14. بعد ما اشتغلت 14 غرزة سلسلة هبدأ اشتغل السطر الاول من الشنطة. هرتفع غرزة سلسلة وهبدأ اشتغل بغرزة الحشو المعكوسة او حرف الاكس او غرزة الحشو الصخرة. بدخل الابرة عادي في الغرزة بالشكل ده، وفي غرزة الحشو العادية بنسحب الخيط، بيبقى الخيط قدام الابرة وبنسحب الخيط على قدام وبنقفل غرزة الحشو، ده بيبقى شكلها. لكن في غرزة الحشو المعكوسة او الاكس بدخل الابرة عادي في الغرزة وبخلي الابرة هي اللي قدام الخيط وبسحب الخيط على قدام بالشكل ده وبقفل الغرزة بالشكل ده. بعدها تاني دخل الابرة، خلي الابرة قدام الخيط وبسحب الخيط على قدام وبقفل الغرزة بالشكل ده. كده بيدينا حرف اكس للغرزة، هتبان اكتر لما نشتغل السطر التاني. هكمل على كل غرزة سلسلة غرزة حشو بالشكل ده، غرزة حشو اكس المعكوسة. ندخل الابرة في الغرزة وبنسحب الخيط على قدام. هيبقى معانا لفتين هنقفلهم مع بعض بالشكل ده. وده بيبقى شكل الغرزة، بيدي حرف الاكس، مش بيبقى فيها فراغات كتير زي غرزة الحشو العادية. خلي الابرة وبسحب الخيط، كمل لاخر السطر. وده شكل غرزة الحشو الاكس. وصلت كده عند اخر غرزة هشتغل فيها 3 غرز حشو في نفس المكان عشان نعمل تزايد يدي كيرف عشان نقدر نلف على الناحية التانية من السلسلة. هدخل في اول غرزة وهعمل 3 غرز حشو عكسية بالشكل ده. ادي اول غرزة في نفس المكان، هعمل الغرزة التانية في نفس المكان، هعمل الغرزة التالتة ونبدأ نشد خيط البداية عشان نضيق الغرزة بعد ما وسعت. اهي 3 غرز في نفس المكان. هبدأ ألف على الجنب التاني. دي كانت أول غرزة عندنا في السلسلة اشتغلنا فيها 3. هدخل في تاني غرزة عندنا في السلسلة بالشكل ده وهسحب الخيط وهعمل غرزة حشو. هدخل الغرزة اللي بعدها في السلسلة بدخل في السلسلة بالشكل ده، بسحب الخيط على قدام وبعمل غرزة حشو معكوسة بالشكل ده. هكمل باقي السطر للنهاية.
رجعت لكم تاني بعد ما خلصت غرز الحشو المعكوسة او الاكس على كل غرزة السلسلة اللي عندنا من الطرفين، واشتغلنا في الطرف 3 غرز من الحشو عشان نعمل تزايد في الجنبين. برضو الغرزة الاخيرة هنشتغل في نفس المكان 3 غرزة حشو. لما بدأنا السطر اشتغلنا في الغرزة الاولى غرزة حشو واحدة، هنبتدي نشتغل غرزتين حشو عكسية في نفس المكان. ادي الغرزة الاولى وادي الغرزة الثانية. يبقى كده مجموع الغرز في الطرف 3 غرزة. هبدأ اقفل السطر، هسحب الغرزة شوية بالشكل ده، هاجي عند اول غرزة حشو عملناها دخل الابرة من ورا لقدام، هسحب الحلقة بتاعة الغرزة الاخيرة بالشكل ده، هسحبها على ورا، وهبدأ ان انا اشتغل السطر الجديد. هدخل الابرة عادي في الغرزة بالشكل ده، وباخد الحلقة اللي معانا على ورا بدخلها في الابرة بالشكل ده. بعد كده هبدأ اسحب الخيط على قدام وهمررهم من الغرزتين بالشكل ده. هبدأ اشتغل اول سلسلة ارتفاع عندنا للسطر التاني. وبكده خلص السطر الاول من الشنطة. مجموع الغرز حوالي 30 غرزة حشو، اشتغلنا 14 سلسلة. الغرزة رقم 1 والغرزة رقم 14 عملنا تزايد 3 غرز في نفس المكان، وجسم الشنطة عبارة عن 12 غرزة حشو في الجنبين بالشكل ده. يبقى احنا عندنا التزايد، بعد كده 12 غرزة، بعد كده التزايد، بعد كده 12 غرزة حشو. في السطر هنا 12 غرزة حشو، هنشتغل عليها غرزة حشو عكسية على ال 12، على كل غرزة هتقابلنا هنشتغل غرزة حشو اكس. احنا كده اشتغلنا الغرزة الاولى اللي هي الارتفاع السلسلة، هنعتبرها غرزة. دلوقتي هنكمل غرز حشو عكسية على كل غرزة من الغرز ال 12، بنشتغل غرزة حشو عكسية بالشكل ده. هكمل لحد ما اوصل للتزايد وارجع لكم تاني. كده اشتغلت 12 غرزة حشو عكسية على ال 12 غرزة بتوع السطر. هيقابلني دلوقتي ال3 غرز بتوع التزايد اللي هم في المنحنى. هشتغل على ال3 على كل واحدة منهم 2 غرزة حشو في نفس المكان. هدخل في اول غرزة تقابلنا، هشتغل غرزة حشو عكسية بالشكل ده في نفس المكان، غرزة كمان عشان نعمل التزايد بالشكل ده. هدخل في تاني غرزة بالشكل ده وهعمل غرزة حشو الاكس، هدخل فيها تاني في نفس المكان وهعمل غرزة حشو كمان. الغرزة الثالثة والاخيرة من غرز التزايد هدخل فيها بالشكل ده، هسحب الخيط وهعمل غرزة الحشو الاكس، وفي نفس المكان تاني هعمل غرزة كمان بالشكل ده. بعد كده هيقابلني 12 غرزة حشو، هشتغلهم غرز حشو اكس عاديين. على كل غرزة تقابلني هشتغل غرزة حشو الاكس بالشكل ده. هكمل لحد ما اوصل للتزايد بتاع الطرف التاني. بعد ما اشتغلت التزايد اللي في الطرف 6 غرز، اشتغلت 12 غرزة حشو اكس بالشكل ده. هيتبقى عندنا في السطر ال3 غرز بتوع التزايد بتوع الطرف التاني. هشتغل على ال3 كل واحدة منهم غرزة تزايد، يعني هشتغل على كل غرزة غرزتين حشو، يعني هيبقوا 6 غرز بالشكل ده. دخلت الغرزة الاولى واشتغلت اول غرزة حشو في نفس المكان، هدخل تاني واشتغل غرزة حشو كمان. هدخل في الغرزة التانية هشتغل 2 غرزة حشو في نفس المكان. في نفس المكان هشتغل غرزة كمان بالشكل ده. اخر غرزة عندنا في السطر هشتغل فيها 2 غرزة بالشكل ده. ادي الغرزة الاولى وادي الغرزة الثانية. هبدأ اقفل السطر عشان اشتغل السطر الجديد، وده مجموع غرز السطر ده هيبقوا 36 غرزة حشو. هسحب الحلقة بتاعت الغرزة بالشكل ده، هكبرها، هدخل الابرة من ورا لقدام بالشكل ده، هسحب الحلقة بتاعت الغرزة ارجعها على ورا. تمام. هبدأ اشتغل السطر الجديد. هاجي عند اول غرزة بالشكل ده وهاخد الحلقة اللي معانا على ورا بالشكل ده واضيق الغرزة شوية، وهبدأ اسحب الخيط على قدام
من الحلقة اللي ورا الإبرة ومن الغرزة بالشكل ده لقدام، وهعمل غرزة سلسلة وهعتبرها أول غرزة حشو في السطر. دلوقتي هيقابلني ال 12 غرزة بتوع السطر، اشتغلنا أول واحدة منهم، هنشتغل دلوقتي 11 غرزة حشو كمان عشان نعمل الطرف بتاع السطر. دي كده التانية، دي الغرزة التالتة. هكمل لحد ما اوصل عند ال6 غرز بتوع التزايد وارجع لكم تاني. بعد ما خلصت ال 12 غرزة بتوع الجنب بالشكل ده، هيقابلني التزايد اللي في الاطراف. عندنا 6 غرز هنشتغل عليهم تزايد. هنعمل على الغرزة الاولى غرزتين حشو في نفس المكان، الغرزة التانية غرزة حشو واحدة. كل غرزتين هيقابلونا هنشتغل على الاولى غرزتين حشو والتانية غرزة حشو واحدة. هدخل في الغرزة الاولى وهشتغل 2 حشو في نفس المكان بالشكل ده. الغرزة التانية هشتغل غرزة حشو واحدة. الغرزة التالتة هشتغل غرزتين حشو في نفس المكان. الغرزة الرابعة غرزة حشو واحدة. الغرزة الخامسة غرزتين حشو. الغرزة السادسة بنشتغل عليها غرزة حشو واحدة بالشكل ده. يبقى ال6 غرز اللي عندنا اشتغلنا عليهم تزايد، بقى مجموعهم دلوقتي 9 غرز. قابلنا دلوقتي 12 غرزة حشو هشتغل عليهم غرز حشو عكسية. بعد كده هيقابلني المنحنى التاني هشتغل عليه نفس التزايد بتاع الطرف الاولاني، غرزتين حشو غرزة حشو، وهكذا على ال6 غرز بتوع الطرف التاني، وهقابلكم عند نهاية السطر. بعد ما خلصت التزايد على الطرف التاني هبدأ عند اخر غرزة اسحب الغرزة بالشكل ده، وهاجي عند اول غرزة حشو عملناها هدخل فيها كده من ورا لقدام، وهاخد الحلقة بتاعت الغرزة الاخيرة هسحبها على ورا بالشكل ده. بعد كده هضيق الغرزة شوية، وكده نهينا السطر ده. ومجموع غرز السطر ده هيكون 42 غرزة حشو. بعد كده هبتدي السطر اللي بعده، هدخل في الغرزة بالشكل ده، وهاخد الحلقة بتاعة الغرزة اللي خليناها على ورا احطها على الابرة بالشكل ده. بعد كده هجيب الخيط وابدأ اسحبه تاني على قدام عشان اشتغل السطر الجديد. هسحب الخيط من الحلقات بالشكل ده، وهعمل اول غرزة سلسلة عندنا اللي هي هتكون اول غرزة حشو عندنا في السطر. الجنب بتاعنا من ناحيتين هو 12 غرزة حشو، فاحنا اشتغلنا اول واحدة اللي هي السلسلة اعتبرناها اول غرزة حشو في الجنب. هنبدأ نشتغل 11 غرزة كمان غرزة حشو عكسية لحد ما نوصل عند غرز التزايد اللي في الجنب. هنشتغل ال11 لحد ما نوصل للتزايد وهرجع لكم تاني. بعد ما اشتغلت 12 غرزة حشو اللي هما بتوع الجنب بالشكل ده، هبدأ عند غرز التزايد اللي هما 9 غرز. هنيجي هنشتغل على ال9 غرز بالترتيب. هنشتغل في اول غرزة 2 حشو في نفس المكان، الغرزة التانية غرزة حشو واحدة، الغرزة التالتة غرزة حشو واحدة. هنكرر 3 مرات بالشكل ده. هدخل في اول غرزة في التزايد عندنا، وهعمل اول غرزة حشو عندنا بالشكل ده. هدخل تاني في نفس المكان وهعمل غرزة حشو كمان بالشكل ده. الغرزة اللي بعدها هشتغل غرزة حشو واحدة. الغرزة اللي بعدها هشتغل غرزة حشو واحدة بالشكل ده. الغرزة الرابعة هدخل فيها واشتغل 2 حشو اكس في نفس المكان. الغرزة اللي بعدها رقم 5 هشتغل غرزة حشو واحدة.
الغرزة رقم 6 هشتغل فيها غرزة حشو واحدة. اللي بعدها الغرزة 7 هشتغل 2 غرزة حشو في نفس المكان. الغرزة الثامنة هشتغل غرزة حشو واحدة. الغرزة التاسعة والأخيرة بغرز التزايد هدخل فيها واشتغل غرزة حشو واحدة بالشكل ده. يبقى كده خلصنا ال9 غرز بتوع التزايد بتاع الجنب الأول. بعد كده هيقابلني 12 غرزة حشو بتوع الطرف التاني هبدأ اشتغلهم، وبعد ال 12 غرزة حشو هيقابلني التزايد بتاع الطرف التاني هعمله زي التزايد بتاع الطرف الأول بالظبط. وصلت كده لنهاية الدور الرابع أو السطر الرابع. هبدأ أسحب الغرزة شوية بالشكل ده، وهاجي عند أول غرزة حشو عندنا هدخل فيها من ورا لقدام بالشكل ده، وهسحب الغرزة على ورا. وده كان نهاية السطر الرابع أو الدور الرابع. مجموع الغرز في السطر الرابع هيكون 48 غرزة حشو. هبدأ أشتغل الدوران الخامس أو السطر الخامس. هدخل في الغرزة عندنا بالشكل ده، وهاخد الحلقة اللي رجعناها على ورا وضيقها شوية بالشكل ده، وهجيب الخيط وأبدأ أسحبه تاني على قدام عشان أبدأ السطر الجديد بالشكل ده، ونضيق الغرزة. نبدأ نشتغل غرزة سلسلة ارتفاع السطر كأنها أول حشو. هنبدأ نشتغل غرز حشو على ال 12. احنا اشتغلنا أول واحدة، هيتبقى 11 غرزة حشو. هنبدأ نشتغل لحد ما نوصل عند غرز التزايد. بعد ما اشتغلت ال 12 غرزة حشو اللي هما بتوع الجنب، غرز التزايد اللي عندنا هبدأ اشتغل عليها التزايد بتاع السطر الخامس. عندنا أول غرزة هنشتغل عليها 2 حشو في نفس المكان، الغرزة التانية حشو واحدة، الغرزة التالتة حشو واحدة، الغرزة الرابعة حشو واحدة. هنكرر 3 مرات بالشكل ده. طبعا بنشتغل بغرزة الشنطة اللي هي غرزة الحشو الإكس. ادي أول غرزة اشتغلنا فيها غرزة واحدة، في نفس المكان تاني هنشتغل غرزة حشو تانية بالشكل ده. الغرزة التانية هشتغل عليها غرزة حشو واحدة، الغرزة التالتة هشتغل عليها غرزة حشو واحدة، الغرزة الرابعة هشتغل غرزة حشو واحدة. يبقى كده اشتغلنا على الغرزة الأولى 2 حشو في نفس المكان، التانية حشو واحدة، التالتة حشو واحدة، والرابعة حشو واحدة. هنكرر التزايد ده مرتين كمان. بعد كده هيقابلني 12 غرزة حشو هشتغل عليهم لحد ما اوصل على غرز الحشو بتاعة التزايد الطرف التاني. هعملها زي الطرف الاول. وصلت كده لنهاية السطر، وهبدأ اقفل السطر. هسحب الغرزة شوية بالشكل ده، اجي عند اول غرزة حشو في السطر هدخل الابرة من ورا لقدام بالشكل ده، وهسحب الحلقة بتاعة الغرزة على ورا. يبقى كده مجموع السطر الخامس او الدوران الخامس 54 غرزة. هنا في 15 غرزة في الجنب اليمين و15 في الشمال، وفي الطرفين في 12 غرزة. يبقى المجموع كله 54 غرزة حشو. نبدأ نشتغل الدور السادس. هدخل في اول غرزة بالشكل ده، وهاخد الحلقة على الابرة وهجيب الخيط وهبدأ اسحبه على قدام بالشكل ده، وهعمل اول غرزة سلسلة اللي هي هتبقى الارتفاع، هعتبرها اول غرزة حشو. بعد كده هيقابلني دلوقتي 12 غرزة حشو هشتغل عليهم غرز حشو لحد ما اوصل لغرزة التزايد. هشتغل 11 غرزة حشو كمان. بعد ما اشتغلت ال 12 غرزة حشو بتوع الطرف بالشكل ده، هبدأ عند غرز التزايد. اول غرزة هتقابلني هشتغل فيها 2 غرزة حشو في نفس المكان، الغرزة التانية غرزة حشو واحدة، الغرزة التالتة هدخل فيها وهشتغل غرزة حشو واحدة، الغرزة الرابعة هدخل فيها وهعمل غرزة حشو واحدة، الغرزة الخامسة هدخل فيها وهعمل غرزة حشو واحدة بالشكل ده. يبقى اشتغلنا على اول غرزة تزايد، بعد كده
4 غرز من غير تزايد، كده 5 غرز عندنا. هبدأ اكرر الموضوع ده، هكرره مرتين كمان. بعد كده هيقابلني 12 غرزة حشو عاديين هشتغلهم، وبعد كده هيقابلني غرز التزايد هعملها زي الجنب الاولاني بالظبط. وصلت كده لنهاية السطر السادس واشتغلنا حوالي 60 غرزة حشو. هبدأ اسحب الغرزة شوية بالشكل ده واقفل السطر. هاجي عند اول غرزة حشو عملناها هدخل فيها من ورا لقدام بالشكل ده، هسحب الحلقة بتاعت الغرزة على ورا بالشكل ده واضيقها شوية بالشكل ده، وهبدأ اشتغل السطر الجديد اللي هو الدوران السابع او السطر السابع. دول عندنا هنا دلوقتي 60 غرزة حشو، هنشتغل على كل غرزة منهم غرزتين حشو في نفس المكان. هشتغل بإبرة مقاس 6 ملي. هدخل في اول غرزة بالشكل ده واحط الحلقة اللي خدناها على ورا واضيق الغرزة وابدأ اسحب الخيط تاني على قدام عشان ابتدي الغرز في نفس المكان اللي طلعت منه. هشتغل غرزة حشو كمان في نفس المكان بالشكل ده. الغرزة اللي بعدها هدخل وهشتغل غرزة حشو. طبعا بنشتغل بغرزة الحشو الاكس. هنكمل الشنطة كلها بنفس الغرزة بالشكل ده. الغرزة اللي بعدها هدخل فيها وهشتغل غرزتين حشو في نفس المكان، يبقى على طول 60 غرزة هنشتغل عليهم. على كل غرزة من 60 غرزة هنشتغل غرزتين حشو في نفس المكان بالشكل ده. هكمل باقي السطر لحد ما اوصل للنهاية وهرجع لكم تاني. وبكده خلصت السطر السابع من الشنطة بالشكل ده. والانحناءات دي هي اللي هتدي الانتفاخات بتاعة الشنطة من تحت. من اول بداية السطر الثامن مش هنعمل اي تزايد خالص، احنا كده اشتغلنا 120 غرزة حشو. هنشتغل الادوار الجاية على كل غرزة تقابلنا هنشتغل غرزة حشو واحدة. انا ارتفعت غرزة سلسلة اللي هي اول غرزة حشو، وعلى كل غرزة حشو هتقابلني هشتغل غرزة حشو واحدة بالشكل ده. هنكمل بنفس غرزة الشنطة على 120 غرزة هنشتغل 120 غرزة. الادوار اللي جايه كلها هنبدا نشتغل لحد ما نوصل للارتفاع اللي احنا عايزينه او الارتفاع المناسب لطول الشنطه. هشتغل 120 غرزه في كل سطر وهرجع لكم تاني بعد ما اشتغل كذا سطر. وده شكل الشنطه بعد ما خلصت الدور ال11. مجموع الغرز 120 غرزه، وزي ما احنا شايفين هي بتبتدي توسع وتعمل كيرفات او انتفاخات بالشكل ده. هنكمل بنفس الطريقة 120 غرزة في كل سطر لحد ما نوصل للطول المناسب. وده شكل الشنطة بعد ما مشيت حوالي 30 سطر بعد القاعدة. وده شكلها من جوه بالشكل ده، وطولها بالقاعدة حوالي 25 سنتي. دلوقتي هنبدأ ان احنا نركب القفل، وناخد بالنا من القفل لان هو المسمار ده بيفلت على طول. لما بنفتح القفل بنجيب البنسة او الزرادية وبنجيب القفل وبنبدأ ان احنا نبطط الجزء المدور اللي هنا عشان نضمن ان المسمار ما يخرجش. دلوقتي هنبدأ ان احنا نركب القفل على الشنطة. هنبدأ ان احنا نقسم الغرز بتاعة الشنطة على جزئين ونعلمها بالماركر. بعد كده جيت قسمت الشنطة، قسمت الغرز الموجودة عندي النصين بالنص بالشكل ده، من عند القاعدة نصين بالشكل ده. وابدأ ان انا اركب القفل اللي عندي. هخلي المسمار ده عند الماركر الاولاني والمسمار التاني عند الماركر التاني بالشكل ده، وبقية الغرز هشتغل عليها على اليد. هستخدم الابرة رقم 6 ملي. هبدأ في اي جنب من جوانب الشنطة، هاجي عند الغرزة اللي فيها الماركر وهبدأ ان انا اثبت الخيط بتاعي بالشكل ده. هعمل غرزة سلسلة عشان اثبت خيط البداية.
بعد كده هجيب القفل وهبدأ ابني الغرز على القفل بالشكل ده. هسحب الخيط كده شوية وهاجي في اول غرزة خرجت منها هدخل فيها تاني واسحب الخيط اللي قدام على ورا واخرج الخيط التاني من الاولاني بالشكل ده عشان اعمل اول غرزة. هدخل في الغرزة التانية اسحب الخيط بالشكل ده واخليه معايا على الابرة وهجيب الخيط اللي قدام واسحبه من اللفتين اللي معايا بالشكل ده. تمام. هدخل تاني في نفس الغرزة هسحب الخيط بالشكل ده وهسحب الخيط اللي معايا قدام وهمرر الخيط من الحلقتين اللي معايا على الابرة. تمام. هشتغل جوه الغرزة عدد الغرز المناسب ليا بحيث يغطي الجزء المعدن. بعد كده هدخل الغرزة اللي بعدها وهسحب الخيط على ورا بالشكل ده معايا حلقتين. هسحب الخيط اللي معايا على ايدي بالشكل ده وهمرر الحلقة دي من الحلقتين اللي موجودين على الابرة. في نفس المكان هدخل الابرة واسحب الخيط معايا حلقتين. هجيب الخيط اللي قدام ومرره من حلقتين اللي معايا على الابرة بالشكل ده. ودي الغرزة اللي هنكونها من جوه. هكمل الشغل على القفل بتاع الشنطة لحد ما اوصل عند الماركر التاني. بعدها ابدأ اشتغل على الجنب التاني من القفل. عملت كده الجزء الاول من القفل بالشكل ده وده الوجه بتاع الغرزة وده الظهر بتاعها. هبدأ اشتغل الطرف التاني. هاجي عند الغرزة اللي فيها الماركر هعمل فيها غرزة بالشكل ده. هسحب الخيط واعمله بالشكل ده. تمام. في نفس الغرزة برضو هبدأ ان انا اشتغل غرزة على الناحية التانية من القفل. في نفس الغرزة هدخل واسحب الخيط واسحب الخيط تاني على قدام بالشكل ده وهعمل اول غرزة على الجنب التاني بالشكل ده. بعد كده هدخل الغرزة اللي بعد الماركر وهبدأ اشتغل تاني عادي. معايا حلقة اهي على الابرة وبدخل في الغرزة اسحب الخيط يبقى معايا حلقتين. هاخد الخيط اللي قدام همرره من الحلقتين اللي معايا بالشكل ده. تاني في نفس المكان بعمل غرزتين وبسحب الخيط بالشكل ده. تمام. هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنهاية القفل الناحية التانية. وده شكل الشنطة بعد ما ركبت القفل بالشكل ده. هبدأ بعد كده اداري الخيوط الزيادة في وسط الخيوط الموجودة. وده الشكل النهائي للشنطة. اتمنى تكون عجبتكم وان شاء الله تطبقوها بكل سهولة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.